بيقولوا ان التوبة بتمحي كل الذنوب اللي قبلها، بس في ذنوب اثرها بيفضل معلم في الدنيا، زي بصمة الايد على الاسمنت الطري، مهما نشف الاثر هيفضل موجود. انا واحد من الناس دي، كنت دجال، قضيت عمري كله بكتب سطور في حكايات الناس بس بحبر اسود، والسطر اللي هحكيهولك النهارده هو اسود سطر كتبته في حياتي. انا مش عايزاها تمرض ولا عايزاها تموت. الست اللي كانت قدامي قالت لي وهي بتبصلي بتركيز: انا عايزه حاجه اغلى منها، انا عايزه وشها. انا سالم وشغلتي هي الشر، قضيت عمري كله كدجال وشفت طلبات اغرب من الخيال. ناس عايزه سحر عشان تفريق، ناس عايزه سحر مرض، ناس عايزه سحر خراب. بس الطلب ده كان اول مره اسمعه في حياتي، سحر لسرقه الوش. اللي كانت بتطلب الطلب ده ما كانتش ست عاديه. الحكايه بدات لما دخلت عليا صفاء هانم، ست شكلها ارستقراطي ومعاها فلوس. كانت الزوجه الاولى لراجل اعمال كبير ومعروف، ما كانش ناقصها فلوس ولا ناقصها جمال، بس كان ناقصها حاجه واحده بس، انها تبقى الاجمل. مشكلتها كانت في نرمين، ضرتها او العروسه التانيه. بنت شابه وزي القمر، جمالها طبيعي وصافي، وكانت بتخطف الانظار من صفاء في اي مكان من تروحه. صفاء بصت لي وقالت لي ببرود: انا عايزه جمالها ده يتسحب منها ويجي لي انا. تقدر تعمل كده؟ في اللحظه دي الشيطان اللي جوايا ابتسم: هتحتاج تجيبي لي 3 حاجات، من غيرهم ما نقدرش نعمل لها اي حاجه. اول حاجه منديل مسحت بيه وشها وفي عرقها. تاني حاجه صوره ليها تكون باصه للكاميرا ومتصوره بكاميرا قديمه. تالت حاجه ودي الاهم، مرايه صغيره كانت بتبص فيها. الطلبات دي على رغم سهولتها بس هي ما كانتش سهله اطلاقا، بس الحقد اللي جوه صفاء خلاها مستعده تعمل اي حاجه. الحقد كان عميها. كانت بتحكي لي ازاي نرمين اللي هي ضرتها يعني كانت بتسرق منها كل الاهتمام، ازاي جوزها نفسه بيبص لها كل مره بانبهار واعجاب وانبساط، عمرها ما شافت النظره دي ليها. ومن هنا اتولد الحقد والغيره. وقالت لي: انا عايزه طول ما انا ببص في المرايه اشوفها هي بس بملامحي انا. كان طلب مرعب ومغري. انا كنت عارف ان النوع ده من السحر سفلي وخطير، بس الفلوس اللي عرضتها كانت مغريه اكتر. بعد اسبوع رجعت صفاء ومعاها كل حاجه طلبتها وحطيتها قدامي على الترابيزه وقالت لي: ممكن تبدا. في نص الليل وفي اوضه ضلمه مفروشه بقماش اسود بدات الطقوس. حطيت صوره نرمين في نص دايره من الشمع الاحمر، وحطيت فوق الصوره المنديل بتاعها، والمرايه الصغيره حطيتها فوق كل ده. وبدات اقرا، بس مش قران، لا، دي كانت طلاسم سفليه، اسماء شياطين وخدام سفليين كنت بعزمهم وبامرهم يحضروا بس عشان اطلب منهم حاجه واحده بس: اسحبوا النور من الوش ده وحطوه في الوش ده. الجو في الاوضه بدا يتغير، الهواء بقى تقيل وبارد. كنت شارح لصفاء هتعمل ايه بالظبط. اديتها حجاب ملفوف كتير جدا معمول من جلد تعبان، وقلت لها ده هتحطيه جوه برواز صوره كبيره ليكي وتعلقيه في اوضه نومك، ده اللي هيستقبل النور اللي مسروق. كان لازم كمان صفاء تشارك بالطقوس دي من بيتها، وكانت كل شويه بتبص في المرايه بتاعتها في نفس اللحظه اللي انا بعمل فيها السحر بتاعي. وانا بخلص التعويذه والطلسم اللي انا كنت بقوله بدات احس بحركه غريبه. بصيت على المرايه الصغيره اللي كانت على الصوره ولمحت فيها وش نرمين بيبصلي وبيصرخ من غير صوت: نجح! السحر نجح يا سالم! بعد شهر صفاء جات لي تاني، بس المره دي كانت مختلفه. كانت فرحانه ووشها منور اكتر بكتير من الاول. قالت لي ان نرمين وشها بدا يتبهدل، ظهرت فيه بقع غريبه وحبوب محدش عارف لها علاج، نضارتها وجمالها بداوا يتبالوا، وانا كل يوم بصحى احلى من اليوم اللي قبله. انا كمان كنت بتابع الاخبار من بعيد وشفت صوره نرمين وشها كان فعلا بدا يدبل. صفاء كانت بتحكي لي بمنتهى السعاده والانبساط، بس ما كانتش تعرف ان السعاده دي عمرها ما بتدوم، خصوصا اما تبقى السعاده دي على حرام. وقالت لي وهي مبسوطه ازاي الدكاتره عاجزين ان هم يعالجوا حاله نرمين، وازاي جوزها مازال مهتم بيها برضه رغم ان صفاء بقت الاحلى والاجمل. كانت حاسه بالانتصار. على الرغم ده برضه ما كانتش متراضيه، لان جوزها لسه بيهتم بنرمين مراته التانيه مش صفاء، مع ان صفاء بقت الاحلى. كنت حاسس بالانتصار زيها. كنت فاكر اني سيطرت على خدام من اقوى خدام الجن، بس ما كنتش اعرف ان الشيطان لما بيديك حاجه بايد بياخد قصادها حاجه تانيه. انا بشوف وشها في كل مره ببص فيها للمرايه. صفاء جات لي بعد شهرين، بس المره دي كانت منهاره. بتقول لي لما بقف قدام المرايه في الاول بشوف وشي انا، وبعدين ملامحها بتظهر مكان ملامحي في المرايه. انا بقيت بكره ابص في المرايه، نرمين بقت قدامي على طول، دي مش انا كنت عايزه ابقى جميله بس مش نرمين. كانت بتصرخ وهي بتعيط، وساعات بسمع نرمين بتهمس في ودني بالليل وانا نايمه وتقولي ليه عملتي كده؟ انا عملت لك ايه؟ الانتصار اللي كان في عين صفاء في اول مره اتحول لرعب، واللعبه اتقلبت على اللي بيلعبوها. صفاء حكت لي ان الموضوع زاد عن حده، ما بقاش مجرد جمال بيتنقل، دي بقت
شخصيه بتتحول، بقت بتصحى من النوم تلاقي شعرها معمول بنفس تسريحه شعر نرمين، عينيها بقت نفس اللون، بتقول كلام نرمين بتحب تقوله. الكيان اللي وكلناه بسرقه الجمال بتاع نرمين ده قرر يسرق كل حاجه، قرر يخلي صفاء هي نرمين اصلا. يعني صفاء هتبقى مهمشه ونرمين برضو هتبقى الكل في الكل، بس في هيئه صفاء. صفاء بصت لي وهي بتترجاني بتقول لي ابوس ايدك فك العمل ده، انا مش عايزه حاجه، رجعني زي ما كنت. قلت لها هو نوع السحر ده ما بيتفكش، الباب اللي فتحناه ده بيتفتح في اتجاه واحد بس، الخدام اللي وكلناهم بالمهمه دي مش هيرجعوا بايديهم فاضيه. صفاء بصت لي بصدمه مرعبه. يعني ايه؟ يعني هفضل كده طول عمري؟ هزيت راسي، او يمكن لحد ما نرمين تقرر انها تنهي كل ده. طيب ازاي هتنهيه؟ ان هي تاخد جسمك كله. صفاء هنا فهمت ان الحب مش بس بالجمال بس انما بالموده والرحمه، وانها دمرت نفسها بايديها. صفاء اتشال من قلبها كل انواع الرحمه، وقصدت ان يتنكل بنرمين بكل حاجه وحشه. صفاء نسيت ان ربنا خلقنا كلنا في احسن صوره ممكنه، بس صفاء الحقد والغيره عموها. صفاء خرجت من اليوم ده من عندي وهي منهاره، ومن يومها ما شفتهاش تاني، بس سمعت اخبارها. انا حاولت افكه، قعدت ايام بحاول اقول في عزايم واقول في تعاويذ، لكن برضه ما عرفتش. وانا مش خسران حاجه، انا كده كده كسبت، بس هم كانوا اقوى مني وكانوا بيردوا دايما كل اللي انا بعمله في بلاوي بتحصل لصفاء. الجن كانوا مبسوطين باللعبه الجديده بتاعتهم، لعبه التلاعب بروحين، وانا فهمت ان انا فتحت باب من ابواب جهنم وانا مش عارف اقفله. بعدها فتره قريت في الجرايد ان صفاء هانم انتحرت، رمت نفسها من البلكونه بعد ما كتبت على كل مرايات الشقه بدمها انا مش نرمين، انا اسمي صفاء. وانا كنت فاكر ان انا نجيت، كنت فاكر ان انا مجرد وسيط او كوبري بس بساعد الناس اللي محتاجه اعمال وباخد فلوس، وكنت مفكر ان انا خلاص خدت فلوسي فخلاص كده الموضوع خلص. لحد ما في ليله كنت واقف قدام المرايه ولمحت في المرايه وشوش كتير بتظهر وتختفي. هم ايه دول؟ دي وشوش كل الناس اللي انا اذيتها في سحري طول السنين اللي فاتت، كل ضحاياي رجعوا عشان يقعدوا معايا في نفس الشقه اللي انا قاعد فيها. بعد موت صفاء انا قررت اتوب، حرقت كل كتبي ورميت كل الادوات اللي انا بستعملها في الزباله، وقصدت ان انا احرقها، وبدات اصلي واقرا قران. كنت بحاول اصلح اللي انا عملته، بس الماضي ما بيتنسيش بسهوله. الوشوش دي كانت البدايه بس، الكابوس الحقيقي بدأ يظهر على وشي. انا وشي بدأ يتشقق ويتاكل، بقيت بحس ان انا كبير في السن، انا بس كل اللي عندي 40 سنه، بقى شكلي ولا كأني عندي 80 سنه. ظهرت فيه بقع سودا وجروح ما بتتلمش، الدكاتره قالوا ان ده مرض جلدي نادر بيجي لواحد في وسط مليون، بس انا كنت عارف الحقيقه، ده ما كانش مرض، ده كان عقاب، كان اثر الذنوب اللي فضلت معلمه في قلبي، كأن السحر بيتقلب عليا. انا دلوقتي عايش في اوضه ضلمه بعيد عن كل البشر، ما ببصش في المرايات لاني بخاف اشوف الوشوش بتاعت الضحايا اللي انا اذيتهم، وبخاف ابص في المرايه في كل مره عشان ما اشوفش وشي. انا بقيت بخاف من نفسي. انا بحكي لكم الحكايه دي النهارده مش علشان تتعاطفوا معايا، انا بحكيها عشان احذركم. انا كنت فاكر ان انا اللي بلعب بالشر وانا اللي بحرك كل حاجه من فوق، وما كنتش اعرف الحقيقه المره غير لما الشر نفسه بدأ هو اللي يلعب بيا.